اهلا بيكم في مطبخ ليليان. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد بالسمنه البلدي المقدوحه بالطريقه الاصليه. كحك العيد بالسمنه المقدوحه بيطلع لونه جميل ودايب وليه ريحه كده وطعم مميز. جربوها بطريقتي وهتعجبكم قوي. النهارده انا هعمل مقدار نص كيلو من دي. انا استخدمت دي جميع الاغراض، طبعا لازم ننخله كويس قوي. هنحتاج عليه 275 جرام من السمنه البلدي المقدوحه. انا بستخدم الميزان. المقدار ده بيطلع الكحك ناعم ومظبوط جدا. هنحتاج كمان معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. ما تزودوش الخميرة عن كده عشان الكحك بتاعكم النقشة بتاعته ما تروحش. وعلى الكمية دي هنحتاج ربع كوباية من المية الدافية. ما تزودوش المية عن كده علشان الكحك بتاعكم ما ينشفش. دي كده مكونات الخميرة بتاعتنا. بعد كده هنحتاج معلقة كبيرة من اللبن الباودر، بتدي للكحك لون وطعم حلو قوي. هنحتاج رشة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. برضو مش هزودها عن كده عشان احنا مستخدمين سمنة بلدي فعايزين طعمها يبقى باين. وهنحتاج كمان معلقتين كبار من السكر الباودر. اهم حاجة بقى واحنا بنشتغل ان احنا اي حاجة هنحطها على الدقيق لازم نعديها على المنخل عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. حطينا كل المكونات على الدقيق ما عدا طبعا مكونات الخميرة والسمنة. هنقلبهم الاول تقليبة كده عشان نتأكد اختلطوا كويس، وبعد كده هنحط السمنة المقدوحة بتاعتنا. في الاول هنحس كده بفوران. واهم حاجة ان احنا نبس العجينة حلو قوي، على الاقل كده 5 دقايق، ولو بايديكوا هتبسوها 10 دقايق او ربع ساعة. في الوقت ده جهزت خليط الخميرة مع بعض، الخميرة والسكر والمية الدافية. وأول ما العجينة اتبست حلو هتحسوا انها خفيفة شوية، هتحطوا المية هتلاقوا العجينة كده بعد ما قلبناها تقلبتين بالعجينة اتلمت مع بعض. ما تزودوش اي حاجة في العجينة، هي هتلم لوحدها مجرد ما لفيناها لفتين كده بالظبط. واول ما المية اختفت خلاص هنوقف عجن على طول عشان نتأكد العجينة بتاعتنا مظبوطة. خدنا واحدة كده وكورناها ونيجي نضغط عليها لو لقيناها ما شققتش كده العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا. نبتدي بقى نشكل الكحك بأي طريقة تحبوها، بالأشكال أو بإيديكوا تكوروه كده. أنا هستخدم النهاردة السكينة، دي أسهل طريقة تعملوا بيها الكحك. ممكن طبعا تستخدموا المنقاش بتاع الكحك، ممكن تستخدموا القوالب، أي حاجة تحبوها. أهم حاجة الكحك كله يبقى مقاس واحد علشان يستوي تسوية واحدة. وبعد ما نخلص التشكيل على طول هندخل الكحك على درجة حرارة 350 لمدة 25 دقيقة. طبعا الكحك ده سادة مش محشي. لو الكحك بتاعكم هتحشوه عجوة أو أي حشوة بندخله على درجة حرارة 400 لمدة 20 دقيقة. شايفين الكحك خد وقته في الفرن وطلع دايب كده ولونه ذهبي. جربوا تعملوا الكحك بالطريقة دي، وياريت لو تقدروا تستخدموا الميزان عشان الوصفة بتاعتكم تطلع مظبوطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.